مع السلامه. الحقي يا حاجه الحقي، ست شوق جت. شوق؟ ودي ايه اللي جاب؟ في ايه يا شوق؟ كرامة، قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو انتي زعلانة إني حامل؟ انتي خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شربية إن انتي كنتي بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو انتي بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان أي حد تاني؟ هو انتي مش عايزة ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله انا بنت حلال مصفي اني اشوفك قبل ما امشي. يا اهلا بمرات الغالي وام اول حفيد هيفرح عيلتنا ان شاء الله. اهلا بيك. انا شوق مرات الخال، فاكراني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي، ازيك؟ الحمد لله. بنتي يا كرامه ينيلك، انت لسه يا بنت متكومه زي البقجه. ما وحشتكيش؟ مش عايزه تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبه كده هتفضل طول عمرها. طب اسيبكم انا بقى. لا تسيبينا ده ايه؟ ده انا جايه لك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي. بس مش عايزاكي تجيبي سيره ان انا اللي قلت لك الكلام ده. انا قصدي مصلحتك ومش عايزاكي تترمي رميه المحروسه دي. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ علشان ننجي مغاوري من اللي هو فيه لازم نعرف الاسباب اللي وصلته لكده الاول. انا شخصيا عارف الاسباب. الهباب اللي بيبلبعه ده، الهباب ده نتيجه بس مش سبب. يعني ايه؟ حاله مغاوري مختلفه تماما عن حاله شادي، ولكن في النهايه الاتنين راحوا لحاجه واحده. يا دكتوره كل الطرق دلوقتي تؤدي الى ترامادول. يا حضره الضابط بلاش يأس، زي ما نجحنا مع شادي ممكن قوي ننجح مع مغاوري كمان، بس بشرط. اللي هو لازم نلاقي له حلول على ارض الواقع، مش مجرد نقعد نقول كلام حلو وخلاص. يعني نحس بيه الاول، نسمعه ثانيا، ونساعده ثالثا. ونصدقه يا دكتوره، مهم جدا نصدقه. مظبوط، نصدقه. وانت ياما برضه هيخيل عليك الشويتين بتوع الشوق دول. انت سألتني على اللي قالته وانا قلت لك. ايه اللي في دماغك يا حاج؟ خالك وقع في خية البت دي ورجله غرزت في الطين ومصارنا مكشوفاله، وبجيتها الليلة وراها إنا ولازما أجيب آخرها. هو ده، احنا كده على الخط سوا. على العموم أنا عممتها بكلمتين وسبتها تمشي. ماشي، فهمت أنا وعرفت الباقي. زوز. على العموم هي حفرت الحفرة لروحها وسهلتها علينا. تحت أمرك يا فندينا. الحية خرجت من الجوهر، عايزك تلبس لشوق، تعرف لي سكتها لحد فين وآخرها إيه. عايز أوصل للخال يا زوز. تحت أمرك يا فندينا. زوز. أيوة يا حاجة. شيع لي بجاشي. أيوة يا حاجة، بس بجاشي مشغول اليومين دول في موال الانتخابات. يخلص الموال ويجيني، قول له أنت بس كده. تحت أمرك يا حاجة، بالإذن يا فندينا. مش عايز الأذى يطول الخال يا حاج. هو اللي أذى روحه لما مشي ورا مرة. ده برضه الخال. وانت ابني أفندينا، كبرنا وكبير السوق، وأبو الحفيد اللي مستنياه العمر كله، ومش هسمح لأي حد إنه يطفي فرحتي حتى لو كان أخويا. يتوب علينا ربنا.
وحبايبي، اشكركم اشكركم. ومش معنى ان انا نجحت في الانتخابات هبقى زي اللي قبل من النواب، لا، انا ما وعدتش واخلف. عشان كده اللي عاوز اي خدمه يجيلي فورا، اللي عنده اي معضله اي حاجه انا تحت امره. انا مكتبي مفتوح 24 ساعه في اليوم، وابقوا قابلوني. ما جاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ما جاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بحذر الاصابع اللي بتلعب في الخفاء. انا هقطع الاصابع دي واعملها سجق. ايوه، والكيف هيكون لكل قصدي الخير هيكون لكل واحد فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزع يا ولا خلي ليلتكم تبقى نجف. ما جاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ما جاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ما جاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. يعني ايه زغت منكم؟ انتوا ايه بهايم؟ يا كبير دي لففتنا كعب داير، تنزل بالتاكسي وتركب تاكسي، واخرة المتمة لبست نقام وركبت ميكروباص وتاهت وسط الزحمة. نقام؟ لازم اعرف البنت دي بتروح فين وايه اللي بتعمله ده كله. عارف لو ما جبتوليش خبرها هجيب خبركم كلكم في ساعة واحدة. اسمع، مش لازم براء يعرف باللي حصل. الواد طايش ممكن يبوظ لنا الليله كلها. انت هتقول لي ما انا عارف، اعتبره حصل يا كبير. وقلت لك 100 مره ما تشغلش دماغك دي. غور من وشي. ماشي. ماشي يا مطر. يقام، انت كده بتلعبها على تقيل قوي. ماشي ماشي ماشي. الحساب يجمع يا مطر، الحساب يجمع يا مرات ولادي الاتنين. انما انت عرفت ازاي يا باشا؟ خلينيش اغير رايي فيك يا خميس. اصل دي حكايه خلاص خلصت. خلصت ازاي؟ واللي في بطنها. الله، انت عرفت دي كمان؟ بقى رايح تخون بنتي يا خميس بعقد عرفي تخلف عيل، ومن مين؟ من رمانه. انت يا باشا مزعلك الجوازه ولا مزعلك العيل؟ ما تنساش نفسك يا خميس. اصل اذا كان على الجوازه ورقه وضاعت، وان كان على العيل هي نزلته، يبقى فين المشكل؟ شوف يا خميس يا فندينا، اللي بتفهم في الاصول، اللي يبص للشمس يتعمي، واللي يمس بنتي يتحرق. ملوش لازمه التهديد يا باشا، ملوش لازمه. بنتك تبقى مراتي وشايله في بطنها اللي يوصل الود بينا العمر كله، يبقى ايه لازمه الزعل؟ اللي عايز يبقى خاين يجي يتفرج عليا. النهارده اخون في واحد خدني بدل المره 100. مظلوم وهاب حقي بايديا، وزي ما هو باع فيا هبيع وارض جراح وفوقهم جرح دي. هطلع حبه من جوا وهجرح واخدعه بقوة. انا المرة دي مستبيع، مش انا اللي ابتديت، هو علت في ناس ملهاش اساس تطلع عليه. ما هي لما تبقى البذرة خاين هتطرح ايه؟ هي بقت كده اخرتها كده، هي بقت
هو انتوا ايه مش مكسوفين من نفسكم؟ سقيتوا ليه العذاب بعتوا برخص التراب؟ اهو جه وقت الحساب هتردوا تقولوا ايه؟ ده العمر معاكوا راح ما شبعتوش من الجراح. طب فين احساسكوا راح؟ ما تردوا سكتوا ليه؟ هي بقت كده اخرتها كده، هي بقت كده اخرتها كده. اما تبعوني طب عرفوني هدفتوا ايه؟ اما تخونوني طب عرفوني كسبتوا ايه؟ حرام عليكم اشكي ليكم منكم، انا قلبي عاش طول عمره صايم حبكم. عليك في ناس ملهاش اساس تطلع عليك، ما هي لما تبقى البذرة خاينة تطرحي. ده شغل وسخ ومتعاص ندالة، وريحة النوح فايحة منه هو وابنه. السوق اليومين دول ابوابه مفتحة وشبابيكه مفندقة، انما يمكن مفيش يمكن يا ابن ام خميس. النوح وابنه صوابعهم بتلغوص جوه بطن السوق، عايزين يزحوك من على العرش اللي مستنيك. على فكرة العمروتي مغير. عشان حدوته رمانة والجوازة الشوم. الله الله، مفيش حاجة بتستخبى خالص. بقول لك ايه، اعمل قفلة، انا مش فايقالك الليلة. طب ما لو عرف بميعاد بكرة هيغير أكتر. وايه اللي هيعرفه؟ هم برضو اللي يقولوا له، ما هم ناس وبرضك. لو عايزين يبلغوه كانوا بعتوا لك عن طريقه. دول ناس مالهمش ناس، لهم مصلحتهم وبس، ولازما مصلحتهم تبقى معاك. عليا الطلاق بالتلاتة، أنا على كل اللي بقيت فيه ده وما خدتش منك إلا القليل يا أبو خميس. بس واخد من خالك الكتير، خصوصا في غرزة النسوان يا ابن ام خميس. طب ساب بيقولوا لي ايه رايك في اول قطفه من المزاج الاصلي؟ يا سلام، شغل زمان. ايوه. وهتسميها ايه؟ من طلب العلا، عشان العيل من هنا ياخد النفسين يخش على الامتحان ياكل ورقه الامتحان اكل. عليا النعمه، انا لو من الحكومه لازم تبقى وزير تربيه وتعليم. ياما مستعجله ياما انت على طول. ما بدري ياما بدري، مش في المرحله دي على الاقل، دي فتره انتقاليه. يا اخويا انت اللي كسلان برضو. يتوب علينا ربنا. تعالي بس، تعالي بس يا منى بقى، كفايه اللي شربته وانا مش شايفه قدامي. يا بنت الصنف لسه نازل السوق، انما ايه حكايه. خدي ده ب 200 جنيه خليه معاكي، وتعالي شدي بقى معايا من ده. صنف ايه بس ده؟ انا نفخي ورم. بصي كيس ليه 7 صنايع. يا سلام، ده بقى اللي يخلي ايه كلام الكتب يلزق لنافوخك وعينيكي تفنجل، ومهما شربتي ولا يبان عليكي ولا حد يشك فيكي. ده غير المزاج الروف. كل ده كأن احنا اللي هيفصلنا ده. ده اسمه من طلب العلا. صباح الفل. لا انا تمام، مش طالبه معايا العلا بتاعك ده. يا بنت انجزي قبل ما حد يطب علينا. شدي. اهو ده بقى اللي ايه بالمناخير على النافوخ دغري. قلتي اسمه ايه؟ مش قادرة يا بيسا، مش قادرة يا اختي. حاسة ان جسمي كله مكسر، كأني واكلة علقة مش كنت برقص.
ما قلتلك يا حبيبتي انت مش حمل رأس دلوقتي، بلاش عشانك عشان اللي في بطنك. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ روحوا شوفي مين، واوعي تدخلي لي حتى انا مش ناقصه. بك يستر. قبل رمانة واحدة عايزاكي بره. واحدة مين دي؟ معرفهاش. ازيك يا رمانة؟ انتي؟ يا حظك السودا يا ام ساميه، اتقرع عليكي يا ام ساميه انشي ونسوانك. ايه الحكومه طبت؟ خطير انا. تعالى تشير فينا يما انتخ وسايبني. وايه اللي حصل؟ نسيبه صودا وقعت على دماغي، 4 بنات كنت بعتهم دليفري يا اخويا ومعاهم السلطات، رجعت لي السلطات والبنات ما رجعوش. ايه كلوهم؟ لا قفشوهم، بس الطمع الكبرى بقى والمصيبه الكبرى ان بنت فيهم متهمينها باكل زبون. الزبون أكل والله ما صدقت نفسي لما جنابك بعتيلي ونولتيني الشرف إني آخد البركة من إيدك يا حاجة. روح أنت يا مطني. حاضر. استنى، روح قول لشرابية تعمل فنجان قهوة سكر زيادة للنايب بتاعنا. مش أنت برضو بتحبها زيادة؟ كل اللي يجي منك بزيادة يا حاجة. روح أنت يا مطني. أمور يا حاجة. اقعد يا بجاش. خدامك يا حاج. بلغني انك بقيت متصيط على الاخر وقعدت على الكرسي وبقيت من كبارات البلد. والله كله بأنفاس أفندينا يا حاج. وبرضه مهما كبرنا ما ننساش أصلنا. مظبوط يا حاج. وأنا بقى طمعانة في أصلك يا بجاش. أصلي وفصلي رهن أمرك يا حاج. يعني لو قصدتك في خدمة تعملها لي؟ رقبتي يا حاج. لا مش عايزة رقبتك أنت، أنا عايزة رقبة تانية. رقبة مين يا حاج؟ ده الكلام المظبوط صحيح، ما يجيبها لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقه، قصدي الست شقق تروح على رجليها؟ ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش فدا، نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. ده انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفسي المعلم ابو سنه يقدر الدماغ اللي احنا بعتناها. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شو، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي من الاخر. ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سن خلينا نسمع الراجل. ما انت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستمارة الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابير وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودرة، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحباية. سد عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنه، عمل خلطه براني وختمها باسمه، وبقت الحنفيه في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شوق والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفه وانا داخله عندهم؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذه يا ست شو؟ قفشت افندينا مع انتاي مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفوله. يعني عرفت هي مين؟
ايه اللي في ايدك ده يا ست مطر؟ انت ازاي تخشي عليا الاوضه بالطريقه دي؟ والنبي ما عارفه اقول لك ايه يا ست مطر. انا راكبه عماله اتخبط في رجلي. في ايه؟ جيت اخرج من البيت لقيت واحد بيقول لي ممنوع الخروج بامر من المعلم. ببص من الشباك لقيت الرجاله محوطه البيت من كل ناحيه زي ما يكونوا حابسيننا. جيت اقول لك جري. حابسيننا؟ هو في ايه يا ست مطر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش آمديد خوش آمديد. خوش جامد. اتفضل. مستر شايشان ويرحب بكم افندينا. قول له يا الف مرحب والف سهل. اقعد نضيف نضيف. ये तंजीम जो आपके सामने पेश की जा रही है हशीश के काम के बाजारों में है जिसने मिस्र के बाजारों में इसकी अहमियत को दोबारा उजागर कर दिया है. جميل. المنظمة التي هو بيمثلها متابعة نشاطك الملحوظ في نشر الحشيش وإعادة مكانته في السوق المصرية وبيشكروك على المجهود دي. لا شكر على واجب. نحن خدامين المزاج. वो कहते हैं कि इस पर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका शुक्र अदा करें. फर्ज جامد. ये आपको इस बात की तरफ उभारती है कि वो हशीश जो हिंद की तरफ से लाई जाती है नायाब और नादर है जो मिस्र के सहराओं में नहीं पाई जाती. ومستعدين يمدوك بالمادة الأصلية الحشيش المستخرجة من أناس نبات القنب الهندي ودي نبات نادر غير التي بيتزرع في الصحراء هنا. يا سلام. وقول له إن خلطة الكيمياء جاهزة. أخدها منهم بالغالي وأخلطها هنا وأبيعها رخيص رخيص. قول له. ये जो कीमिया जो आपसे तैयार शुदा लेते हैं हम आपसे महंगे दामों में लेते हैं और यहाँ पर उसको सस्ते दामों में बेचते हैं. وهنغرق السوق. هنغرق السوق ونسيطر عليه. وباي باي عمروتي وشركائه. قول له. उन तमाम से जो है वो उनको अपने कब्जे में लेकर उन पर हुकूमत करते हैं फिर. برهكم طري هو بريلي. मैं यकीन रखता हूँ कि आप कर सकते हैं और मैं वादा करता हूँ कि आप ये हैं जो केमिकल मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं. هو بيقول لك هو متأكد أنك تقدر ووعد منهم أنت هتكون المنبع الرئيسي للصنف والكيمياء. كلام جميل في الجون. ماريلي هاريم بانجرلي هيرلا. يا سلام يا سلام يا سلام. يتوب علينا ربنا. وقد قررنا حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الفصل. في ايه؟ تعالى. صاحب الكارت ده طالب يقابل سعادتك. بدران الشواف خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. صباح الخير يا مصطفى بيه. انا بدران الشواف وكيل البنات. هنبقى دفعة واحدة وهتعرفني بنفسك. ازيك يا مصطفى بيه؟ ازيك يا مصطفى بيه؟ اتفضل. اهلا بدران. اهلا. قول لي بقى انت جاي في ايه؟ جاي في ايه؟ جاي مع البنات دي. انا الوكيل بتاعهم، بنات الغلابه دي اللي انتوا متهمينهم ظلم، اللي من ضمنهم بنت متهمينها كمان بالقتل ظلم برضه. وانا من البدايه كده بطعن في اجراءات المباحث. قبل الطعن وقبل المرافعه اللي انا شامم ريحتها مش تقرا المحضر الاول؟ مش ده اللي اتعلمته يا استاذ؟ أنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة خالص. كده كويس قوي. الحكاية مش حكاية عيل ولا ورقة. الخيانة إحساس بشع والإهانة إحساس أبشع. أنا فعلا لازم أعمل كده وحالا. على فكرة يا عمروتي، رمانة ما نزلتش البيبي. عموما انا بعت اجيب البت المتهمه في جريمه القتل في الشقه المشبوهه. مش هي دي اللي انت جاي عشانها؟
وعشان البنات اللي اتمسكوا معاها في حالة تلبس، مش هم دول موكلينك يا متر؟ من غير تقطيم يا مصطفى بيه. اللي انا فيه ده نتيجه طبيعيه لكل اللي بيحصل حوالينا، ولا ايه؟ وبعدين دول الموكلين لجأوا لي وثقوا فيا ووكلوني، وانا لازم أدي واجبي. انا شفت اسمك في قضايا ارخص من دي بكتير وكنت بحزن قوي. ده شغلي، شغلي يا مصطفى بيه. بعدين جت عليا انا. ناس كتير ما تساويش بتدافع عن ناس ما تستاهلش، وبالطريقه دي الاتنين بيكبروا. بس بيفضلوا صغيرين قوي قدام روحهم. انت استسهلت يا متر وسخرت مواهبك في قلب الحقايق، وما شفتش من القانون الا ثغراته. ما البلد كلها اتملت ثغرات وبقوا يسموها فرص. من حقي بقى انا كمان استغل اي فرصه عشان اطلع لهم فوق. فرصه جات لك لما لبست البلطو ووقفت قصاد المحكمه. كان ممكن تبقى زي ناس كتير قدروا يصمدوا، قدروا يفضلوا بني ادمين، وناس قدروا قيمه البلطو ده وتعاملوا معاه على انه شرف مش اي حد ينوله. يا فندم خليها تدخل. انت ايه اللي جابك؟ عايز مني ايه تاني يا بدران؟ ايه؟ جاي تتفرج عليا ولا عايز تشمت فيا؟ سعاد، مش هو ده المحامي بتاعك؟ في ايه؟ ده اخر بني ادم ممكن اخليه يدافع عني، ولو الدنيا كلها خلصت وحياتي بقت في ايده مش عايزاها. حبل المشنقه اشرف لي بكتير من براءه تيجي من واحد زيك. بعد اذنك يا باشا هرجع الحجز تاني. كانت بتقول لي انا بذاكر. البسهر يابا بالليل كتير عشان اذاكر لامتحانات قربت. داريا بتسهر وبتشرب واخرة المتمة مخدرات. بيقولوا شمت شمة طبت سجدة على الأرض، قطع النفس خالص. لما فتشوا الشنطة بتاعتها لقوا كيس بودرة مكتوب عليه كلمة كانت تملي تقولها لنا: من طلب العلا. حطوها على الجهاز وحطوها على باب أوضة عسكري، ويا عالم هيحصل ايه تاني. فضل كانت بتحبك قوي يا خميس، ما تشقلبش حالها الا بعد جوازتك التانية. كانت يا عيني متشعلقه قشايه، ولما اتقطمت القشايه وقعت على جدور رقبتها. انا مش عارفه بقول لك الكلام ده ليه، مش عارفه. يمكن تكون انت اخر نفس ليها عشان ترجع لحضني تاني. عليه العوض ومن الحوض، عليك العوض ومنك العوض يا رب. يا بنتي يا درايا. الواد ده غبي، فاكر اني مش هعرف ولا ايه؟ عايز يكوش على السوق وياخد مكاني؟ ده اكيد اتجنن. سعادتك هو خرج من المقابله وفاكر انه قفش الليله، ده بعده. مش هو ده بدران اللي انت كنت بتدافع عنه؟ كله بأمر معاليك يا باشا، بس يمكن خميس ما يقصدش لسعادتك فهمته. خميس ولا قص ولا فصل يا بدران. ده حتى البت رمانه ما نزلتش العيل. لا ده أمرها تنزله يا باشا. يبقى يا اما هي ضحكت عليه يا اما هو بيضحك علينا. طب وليه ما تكونش نزلته فعلا يا باشا؟ فوق يا بدران. فريده راحت للبت رمانه وقالت لها ان هي حامل وهتخلي العيل مش هتنزله.
ايه ده سعادتك؟ فريده هانم بنفسها راحت لرمانه؟ ده معقول؟ عشان كده البيت رمانه دي خلاص خالص. وهي ذنبها ايه يا باشا؟ اسكت خالص يا بدران، مش عايز اسمع صوتك. عملت جهز نفسك، عندك شغل. جاهز وعلى المفتاح واني تايم. الساعة 7 بالظبط تكون عندي. وحياتك بعد ما نزيح خميس نزح لك النوح وابنه وتطلع انت وتقعد على العرش. يا باشا بيه، انا في فندق الواحة يا ريس اللي على الطريق الصحراوي ده. يا باشا العنوان مظبوط، هي شوق بشحمها ولحمها. يا باشا اعتبره حصل. شوف يا مالت، كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. نفتكر ونلبس. رمانة غلطت اول مرة وسامحتها. انت عارف الغلطة التانية عندي بقبض روح. حصل معلك. مش عايز القى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكاية دي تحصل من غير دوشة ولا شوشرة. عايز اغمض عيني وافتحها ملهاش. الحكاية دي لازم تحصل بإيدك من غير طرف تالت. خلصت الحدوتة يا رمانة. شوف يا مالت، كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. نفتكر ونلبس. رمانة غلطت اول مرة وسامحتها. انت عارف الغلطة التانية عندي بقبض روح. حصل معلك. مش عايز القى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ملهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف تالت. خلصت الحدوته يا رمانه. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لا تحط ايدك في كبس الكهرباء. مرض، انت كده هتخلص على روحين. انا لو كنت خاليه ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس ايدك عشان تقتلني انا وتسيبه هو. الامر جاي من فوق يا رمانه. بلاش بلاش يا مرض، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك. ما تخافيش يا رمانه، انا مش هاذيكي، انا بس هقتلك. هتعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. عيب يا رمان، احنا ولاد كار واحد. غور يا ابن الكلب.
الله يسامحك يا رمان. عمليات عمليات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، عملت اللازم؟ طبعا أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو. والنتيجة؟ البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتنا، شوية بنك على شوية رايش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كوسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نشا، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة ناقصة معاليك، وعشان كده هرشوا الأبد المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برقع الحيط. البودرة سوقها نايم زي ما معاليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطة دي جر رجل للي يطلبها. مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة اما يجرب ابو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال. بقى انا اتعب واشق واعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البيت لما يصطبح الصبح مسكاره يقوم يذاكر بمزاج. يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالسلامة انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ يوم واحد بس. حلو الدكتور. حلو. يبقى حاسبه وتبعت برسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على أكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. أمر يا فندينا. إيه؟ وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. شوية صبيت يا معلم. الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطره ما هياش سوريا
وبعد اللف اللي لفيته ده اكيد راقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج؟ انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها 3 وحايد، تقوم تهري وتعترف وتقول لي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني ههدى يا حاج، اديني ههدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياة ابوها لا اكون ساحلها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحه عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانه. دي سرقت ابني ياما، والمصحف لا شرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغاله مع رمانه. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانه قتلت المال والحكومه خدتها. سيء عليك النبي تلحقها، دي بلاش بتبيع حد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركه يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومه جت خدتها والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. بدران اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ معرفش، انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءه ان اول ما عينين الحكومه تغفل عنك هيدويكي في حته ما حدش يعرف فيها اي حاجه عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفه بقى، ده انا كمان حاسه انهم هيغدروا بيا، وكل ده ليه؟ عشان انا عايزه اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحتهم. يا نهار اسود ومنيل. طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح في طيس؟ مش عارفه بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطه المنطقه كلها. دول محوطين الفيلا من كل ناحيه. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ريت يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت الملط؟ الملط بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقالها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شويه على براءه وبعد كده سلمته الخميس في قضيه شروع في قتل. اسمع يا علي، انا عاوزك تتابع لي تحقيقات القضيه دي بنفسك. عاوز اعرف عنها بكل صغيره وكبيره. تحت امرك يا باشا. بس ايه علاقه قتل رقاصه لصاحب كباريه باللي احنا فيه ده؟ كله شمال يا علي، كله شمال ومنفذ على بعضه. اللي يفتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاه. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من راجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. الملط كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت الملط الرمانه، صح؟ وانا جريت عليه عشان الحقها، قلت احميها وارمي الملط في السجن يمكن اكفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بايديا للبوليس، وهي بصالي بعينيها مش فاهمه انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني للعمروتي وقلت له ان رمانه حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله، قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس، احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان هقتلك يا بدران، هقتلك. اقتل اللي جواها، مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟
عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الأصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحموكي مني ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك، انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدت من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راشد اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه وما سمعش اي نصايح. Khamis a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils. Il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. أنت اللي اخترته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. أنا بعتذر. J'ai cru qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? والشغل؟ هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché a soif, et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Ou Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف. ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضل اقعد. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصه يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغليناها صح هنقدر نوصل لحيتان السوق اللي مغلبيننا بقالهم فتره دول. فرصه ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس أنا تعجبني الخلطة دي أكتر يا معلم. يا باشا الأبيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر. ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينة؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذة يعني ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل الملط في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة. حبة حبة هتخطوا. ايوه يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودرة بيور جاية، بس كانت جاية لناس تانية غيركم. أنا هرسي العطا عليكم، بس دي مصلحة بروحين. بروحين؟ يعني ايه بروحين يعني ولا مؤاخذة؟ البودرة دي بيور جاية على أبوها مش مخلوطة. نصها هينزل السوق، النص التاني بقى في مكن أنا جايبه لسه نوفي من الصين. البودرة دي تخش المكن ده تطلع برشام من الناحية التانية. نصه هيطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو. فهمتوا؟ فهمنا. إلا فهمنا، ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذة يا باشا، يعني وأفندينا؟ أفندينا مين؟